السلام عليكم. طبعا اليوم مالتي هذا الكفر اطاكم عمره، فقررت ابدل الكفر مالتي واشتري كفر جديد. فرحت بالميديا ماركت. طبعا هاي الميديا ماركت بيها هواي اجهزة كهربائية، موبايلات، اي شي تريده كهربائي تلقاه موجود. طبعا مكانها ببرلين، موجود بألمانيا ببرلين، ومنها باب الدخول. هاي من عافية الباب، دعوا لي مفتوح حتى فوتنا على يومك. المهم نكمل طريقنا بعد شلون تمشي كأنها زلمة. طبعا هنا البنات والولد نفس الشي، ماكو بيناتهم فرق، كله نفس الشي. هذا الدخولية مال المول كلش حلو، كل شي بيه تلقى انواع الماركات تلقاه موجودة هنا. هنا هسه فوت على اليمنى، هذا الدرج يصير من هنا يساعدك على الطابق الثاني والثالث. طبعا 3 طوابق المول، حلو كلش حلو، مكان روعة. الميديا ماركت صايرة على يميني، هسه اوريكم اياها، راح تطلع هاي اذا بينت عندكم بالتصوير او لا. المهم هاي من باب الدخول، هذاك الولد اللي على الكاسة اللي حاسب على الفلوس، هذول اللي على اليمين السكيورتي، اي واحد يبوق يصمتون صمت. من الدخولية طبعا اول ما دخلت لقيت هذني السكوترات، هاي السكوترات كلش حلوات، يعني اتمنى انه بالعراق يستخدمون احسن من الدراجات. اول شي صديقة للبيئة وما تكلفك هواي وعلى الشحن. هذا السعر يطلع $750، اكو ارخص $500. هنا السماعات، وينهم جماعة البوبجي؟ هاي السماعات هنا كلش حلوة بس شوية غالية. السماعة سعرها $350. طبعا اليورو والدولار نفس الشي، فراح اقول لكم بالدولار لان انتم مو قويين باليورو. هاي طبعا السماعات هنا موجودة. طبعا الطابق الاول بانواع، كافة انواع الموبايلات وملحقات الموبايل كلها، سواء كيبلات او كفرات او شاحنات. انا طبعا جاي على الكفر مالتي اللي اريد اخذه هو مال ايفون، وسعر الكفر مالتي طبعا سعره خيالي. كل شوية اقول لكم ايش قد سعره. طبعا هاي ال 14 برو ماكس، 13 برو ماكس وال 14 نازل هنا. هذا ال 14 سعره 14 و50، يعني 14 ورقة و50. هاي بألمانيا، ما اعرف ايش قد سعره بالعراق، كتبوا لي اذا تعرفون ايش قد سعره. تمام، هاي كافة الاحجام والنوعيات. شوف هذا اللون قد حلو. ونكمل جولتنا. هذا الكفر اللي اريد اخذه انا، شوف ايش قد سعره $60 تقريبا، يعني بالعراق ما اعرف يطلع 100,000 على ما اعتقد. $60 لو اكثر من 100,000. المهم هاي جولة على الموبايلات البقية، السامسونج والهواوي بقية الاجهزة. وهنا هذا الطابق الاول وهاي الساعات همين هنا حلوة، كلش حلوة الساعات الالكترونية. طبعا انا على الشحن وتتصل بالموبايل، اسعارهن حلوة بس كل وحدة كلش غالية. يعني صراحة شوفوها سعرها تقريبا $530، سعرها غالي. انا ما اشتري، ما احب. هذا انهم نوعيات للساعات الحلو بيها. هاي الميديا ماركت كل شي بيها. بهاي قد سعرها خراب، سعرها $760. شنو متوازي مشتري لي شي ساعة. وهاي الكفرات مال 14 برو ماكس وبقية الكفرات موجودة هنا، تقدرون تشوفوهن. طبعا شي كلش روعة وترتيب، كله ترتيب ماكو هوسة، كله قبال عينك، ايش تحتاج تلقاه موجود. طبعا انا من جماعة الايفون، هذني جماعة الجالكسي والهواوي، هذني الكفرات الكم. وهنا وانا امشي شفت ذني الساعات الحلوات اللي خلنا اصور لكم اياها، نشوف ايش قد حلوات ومرتبات. واحد خاصة من يجيبهن ببيته كلش حلوات. شوف هاي الساعة كلش عجبتني، سعرها 130 $134. طبعا من هنا هاي الكاسة، شوفوا من هنا تفوت السرة شلون اجت تمشي هذيك البنية، وبعدين تحاسب وتطلع. هذا الطابق الاول، منها صعدت للطابق الثاني. شوف ايش قد حلو الدرج، وشوف هذا السهم اللي يصعد وينزل، يعني يقول لك انه اصعد فوق. نكمل رحلتنا. ما قدرت اصعد الدرج لان هذا انه واقفات الصديقات اللي سادات الدرج علينا. هذا الولد حكى قال خلنا نفوت. المهم الطابق الثاني بشغلاتها كلش حلوة. طبعا هاي المكاين مال القهوة، وينهم عشاق القهوة اللي يحبون القهوة. هاي ماكينة بس تخلي بيها البن، وهي تطلع لك انواع القهوة والنسكافي وهذين الامور البقية. بس اسعارهن شوية كانت غالية بالنسبة لي اللي يحب القهوة، انه يحس سعرهن مو غالي. طبعا هاي اغلى وحدة بيهن، سعرها 900، لا عفوا مو اغلى وحدة، وبعد وحدة اغلى منها. هاي سعرها 2199، يعني $2200، يعني 22 ورقة سعرها. تمام.
هذا بقية السخانات. هاي تسخن بيها مي، وهاي القهوة قدامكم أشكال وأنواع من القهوة جايبين. وهاي الأجهزة اللي تكون سعرها أرخص من ذنيك البقية همين للقهوة. طبعا الحلو بيها كل شي تلقى هنا، شكو شي تحتاجه بالبيت موجود بالميديا ماركت، وبأسعارهم كلش رخيصة. هذين المكنسات الكهربائية، بعد ماكو مكناسة وماسحة وفرشة. شوف هاي مكنسة كهربائية هي تنظف، يعني هاي إذا تستخدموها بالعراق فتشي كلش روعة ومهمة ومفيدة. هذا الشسوار هنا، جماعة الشسوار وينهم الحلاقين. شوفوا المكان شلون مرتب، شلون مرتبينه لكم، شكله كلش حلو. شوفوا هاي المكنسة الكهربائية الذكية، هاي تنظف وحدة، سعرها 819. هاي تنظف وحدة تخليها وهي تشتغل. طبعا هاي كلش عجبتني المكنسة، شكلها كلش حلو كأنها رجل آلي. شوف الترتيب واحدة يخليك تشتري، شلون مسطين، شلون خالين المكان. شوف هذا المكان من هنا قد حلو. هاي للقهوة، يعرضوا لك الأجهزة شلون التصميم وشلون تخليها بالبيت وشلون المطابخ. ترتيب يعني شي ترتيب. طبعا هي العين تشتري. هذني الشسوارات والكاويات. هاي المكاين مال الحلاقة وينهم الحلاقين. هاي سعرها $100. هاي انواع المكاين والشسوار شلون مرتبين عندكم مسطين. هاي فرج مال اسنان، دائما هنا الفرج يستخدمونها كهربائية، مو تجيب وفرج بيدك، لا تتعب ولا شي. فرشة على الشحن وهي الشحن. طبعا عجبنا قد بهذا المكان كلش حلو مريح، خلي تبي قاعدة. ونصور لكم بقية المكان حتى تشوفونه وتستكشفوه وياي. طبعا هنا الثلاجات كلش حلوة، كلش روعة منظر الثلاجات. وهذا جاي هو وحبيبته خطية سوت بيده مالت الدمار. تريد وين الغالي وهو ما عنده، هذا اللي يتزوج ويجيب مرته وياه يتورط. شوف الدور كله نوعيات زينة. هاي غسالة مال الصحون وغسالة مال الملابس. اللي عجبني هنا ولفت انتباهي هاي الغسالة، هاي شلون تنظف ما اعرف، دوختني. وين يخلون الملابس، وين يخلون الزاهي ما ادري. هاي الطباخات الحديثة، شوف كلش مرتبة. طباخات على الليزر. طبعا للعلم هنا الأجهزة كلها على الكهرباء، ماكو شي غاز، الطباخات كلها على الكهرباء. هاي الأوفنات. ونكمل طريقنا ونوريكم الطباخات هذني. وهاي الثلاجات. شوف أسعار الثلاجات، أسعارهم ما أعرف بالنسبة للعراق رخيصة غالية ما أعرف. هاي سعرها 16 قول 17 ورقة. بس ثلاجات يعني عملاقة عمق. تاخذ الثلاجة وهذا جايب مرته وياه خطية، المرة كل شي ما تقتنع. هسه لو يجيبولها المعرض كلها ما تقتنع. هاي سعرها 25 ورقة بيها كل شي. متوازي مشتري ثلاجة 25 ورقة، تجيب لنا ثلجات وخليني بترمز واشرب مي. بس شوف الديكور التصوير كلش حلو، يسوي لك واهز انه تشتري. لعبة ذكية يسوون، يصفطوا لك الشغلات حتى شنو تشوف انه مرتب. شوف الترتيب، شوف هاي الترتيب، هذا الترتيب ايش قد حلو، يسوي لك واهز انه تفتر وتشتري وتصرف. طبعا هذني العشاق العصاير اللي يحبون العصاير الطبيعية، هاي العصارات هنا موجودة. هذا كله بالطابق الثاني، لحد هسه ما صاعدين للطابق الثالث، ومنا نتوجه للطابق الثالث. شوف هذا السهم يأشر لك ايش قد حلو هذا السهم. ومنا نتوجه للطابق الثالث، وراح تشوفون شكو بالطابق الثالث. طبعا الطابق الثالث كله حاسبات لابتوب واجهزة موبايل، بيك شكو شغلات تخص الموبايل واللابتوب. هذا اللابتوب سعره 20 ورقة، ايش دعوة. تشوفون سعره مناسب لو لا، انا اشوفه غالي. هاي البقية اسعارها المختلفة. طبعا شوف الترتيب، انا يعجبني اكثر شي الترتيب اللي موجود. شوف هذا الترتيب ايش قد حلو. هاي الشاشة تشي. طبعا شوفوا لي هاي القعدة كلش عجبتني. هذا جهاز حديث وين هو الستريمر. شوف هذا الشاشات، وهاي مثل السيارات تصعد بيها وتعيش، تلبس نظارات وتعيش شي واقع، يعني تطلع انه انت صدق دسوق. اكو موظف هنا يكون موجود يمك، خاف انه تحتاج مساعدة. طبعا هاي كلش غالية، ما اعرف ايش قد التجربة مالتها، بس احس انه غالي لان شي فخم وخالي لها موظف كامل بس واقف عليه. هذا مبين ما يعرف يسوق، راح يشغلها، راح يبدأ السباق وخر من عنده والعب شلون يبطنش. طبعا ردت اجربها اني، بس قلت خاف انه بسوي حادث وواقع ان السيارة وش يخلصني. تعال جيب عمك وجيب خالك. المهم عرفنا هذا ابو السيارة
ورحنا كملنا طريقنا، ولقيت هنا الماوسات والكيبورد مال الحاسبة. طبعا شكله كلش حلو لأنه الدنيا ضلوة، بالليل يطلع شكله كلش حلو نشرات بيه. وهاي السماعات أنا طبعا ما أستخدم، ما أحب هذول جماعة البوب جي يحبون هذين الأمور. خلصنا هنا وهسه نتوجه للطابق الرابع والأخير، راح نشوف شكو موجود فوق. طبعا نجمنا نصور هذا المنظر كلش حلو، تحس انه شي حقيقي بس هو كله اصطناعي. وخليكم هذا شوفوا كله شاشات هنا موجودة بالطابق الرابع والأخير، هو شاشات كل أنواع الشاشات، شاشات كلش حلوة واقعية، انه تحس تشوف شي حقيقي، ما تحس انه تتباوع على التلفزيون. عجبني كلش المنظر. مسوين قعدات هنا تقدر عالم تقعد وتتفرج، بس اسعارهم شوية غالية. وشفت فد شغلة انا خلتني اوقف، مطلعين المسلسل مال الاسد، نسيت اسمه. وشوفوا هذا الكلب مخلوص خطير، مخلوص من المنظر. طبعا تركض ورا وهذا يبغى عليه خطير صار. الله لا يخليه يجي موقف، يعني بس يطلع بس يشغل قهر كلش قهر. كلبت له طبعا على زود هذا يعرف اسمه يكتب، نسيت اسمه. شوف شرد خلص لا يتحرك لا شيء، هذا شرد. هاي بقية الشاشات اللي موجودة هنا واللي عارضيها والقعدات اللي مسويها. طبعا القعدات شي ثاني، الديكور شي ثاني، خليك غصبا عليك تشتري. وهنا كملت طريقي واستمريت في البحث. طبعا اني عاجبني اشتري هاي الطيارة اللي تصور، كلش عاجبتني، بس سعرها شوية غالي، سعرها 20 ورقة. شوف سعرها يكسر الضغط. شوف هاي سعرها شوية ارخص، بس ديشة كلش واو عجبتني. هاي كاميرات وطيارات اللي تصور، انا محتاج من هاي العدة، لازم اجيبها، خاصة انا اذا ابدي اصور وانشر محتاج كلش هاي العدة. شوفوا شغلة التصوير مو سهلة، تكلف هواي فلوس. هاي الكاميرا سعرها، هاي الكاميرا صغيرة سعرها $300، هاي $400. بس شوفوا التجهيز ايش قد حلو. هاي صارت قديمة بعد الكاميرا ما حد ياخذ. وهنا نهاية الفيديو. اشتريت طبعا هذا الكفر في ميديا ماركت. باي باي.